مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا، وانزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. الاهلي يفرض عقوبات ماليه صارمه على لاعبي الفريق بعد الهزيمه من بيراميدز بالامس وضياع فرصه المنافسه على بطوله الدوري، وايضا ابتعاد فرصه المشاركه في دوري الابطال الموسم القادم، وذلك وفقا للائحه الداخليه للاهلي والتي تنص على فرض عقوبات ماليه في حال تراجع النتائج او ظهور الفريق بمستوى فني غير مقبول، خاصة في المواجهات الكبرى والحاسمة نظرا للخسارة القاسية في مواجهة بيراميدز بالأمس والتي أبعدت الفريق عن المنافسة على بطولة الدوري. مصدر بالأهلي يؤكد بأن هناك حالة من الغضب الشديد داخل النادي بسبب الأداء الباهت الذي قدمه لاعبي الفريق في مواجهة بيراميدز بالأمس وفقدان 3 نقاط في غاية الأهمية، ويؤكد بأنه سيكون هناك عقوبات مالية مضاعفة على اللاعبين في حال التفريط في أي نقطة من ال3 مباريات المتبقية في بطولة الدوري، وذلك من أجل احتواء الموقف الذي يمر به الأهلي حاليا وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح واستعادة التوازن قبل المواجهة المقبلة أمام الزمالك. أحمد شوبير يلوم بقوة على إدارة الأهلي بسبب عدم السماع لنصايح المستشار القانوني بالنادي من بعض البنود في عقد يسترب قبل التوقيع معه بشكل رسمي، ويؤكد بأن إدارة الأهلي رفضت الاستماع إلى نصايح عبد الله شحاتة المستشار القانوني بالنادي خلال الفترة الماضية قبل التوقيع بشكل رسمي مع يسترب، وهو ما أثبت بأنه كان على حق بسبب الصعوبات التي يجدها النادي في خطوة رحيل المدرب عن النادي في الوقت الحالي، خاصة وأن الأهلي أصبح مطالب بالانتظار حتى بداية الموسم الجديد حتى يقتدر بعد ذلك على إقالة يسترب بدون تعرض النادي إلى أي أعباء مالية بشأن الشرط الجزائي المتواجد في عقده. الأهلي يفتح بيبانه أمام رحيل أي نجم بالفريق في الصيف القادم في حال تلقى النادي عرض مادي جيد للحصول على خدمات أي عنصر من الفئة الأولى بالنادي، وذلك بعد الظهور بشكل سيء في المباريات السابقة وتقديم موسم من أسوأ المواسم في تاريخ الأهلي. ومصدر يؤكد بأن إدارة الأهلي ستبدأ التحرك مبكرا للتخلص من عدد كبير من العناصر المؤثرة في حق النادي وجماهيره والتي تسببت في الظهور بشكل سيء طوال الفترة السابقة، وذلك ضمن خطة النادي لتطوير قائمة الفريق والتخلص من شوية العاهات الموجودة في النادي والتعاقد مع لاعبين أفضل قادرين على رفع اسم الأهلي والمنافسة بقوة على كل البطولات. الأهلي يستهدف الحصول على 7 أو 8 مليون دولار من أجل التخلي عن خدمات إمام عاشور عن الفريق في الصيف القادم، ومصدر يؤكد بأن الأهلي أصبح مرحب بفكرة بيع إمام عاشور في الصيف القادم في حال تلقى النادي عرض مادي مغري من أجل الحصول على خدماته، ويؤكد بأن الأهلي لن يتخلى عن خدمات إمام عاشور في حال تلقى النادي عرض أقل من 7 أو 8 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وينفي كل ما قيل عن طلب اللاعب زيادة راتبه مع النادي أو الرحيل عن الفريق في الصيف القادم مثل ما قيل عبر مواقع السوشيال ميديا في الأيام الماضية. فاللاعب مازال عقده ممتد مع الأهلي حتى نهاية موسم 2028 والذي سيكون رحيله عن طريق بوابة الأهلي فقط. مصدر بالأهلي يؤكد بأن سبب جلوس إمام عاشور على مقاعد البدلاء في لقاء بيراميدز يعود إلى المستوى الضعيف الذي ظهر به اللاعب في التدريبات والمواجهات السابقة، ويؤكد بأن تواجد إمام عاشور على مقاعد البدلاء جاء لأسباب فنية في ظل عدم تركيز اللاعب بالشكل المطلوب منه وعدم قدرته على إفادة النادي. انقسام رأي كبير من جماهير الأهلي على توجيه اللوم لمصطفى شوبير بعد الظهور بشكل سيء في مواجهة الأمس أمام بيراميدز وتلقي شباكه 3 أهداف، فالبعض الأول يؤكد بأن الفريق بالكامل ظهر بشكل سيء والكل يتحمل مسؤولية الخسارة بداية من إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين بالكامل، والبعض الآخر يؤكد بضرورة إعادة محمد الشناوي في التشكيلة الأساسية للفريق في المباريات القادمة لاكتساب روح القائد في الملعب نظرا لتوجيهه للاعبين بشكل جيد وشخصيته القوية في المباريات. مطالب قوية من جانب الجماهير الأهلاوية عبر مواقع السوشيال ميديا بضرورة إقالة مجلس إدارة النادي بالكامل في الوقت الحالي وقبل بداية الموسم الجديد، وذلك لرؤية الجميع بأن الأدوار الإدارية الخاطئة هي السبب الأول في تراجع النتائج وخسارة كل البطولات الموسم الحالي، ومطلب أهلاوي بضرورة ترشح واحد من أبناء الأهلي لتوليه كرسي رئاسة النادي الفترة القادمة، خاصة في ظل عدم قدرة الكابتن محمود الخطيب على إدارة ملفات النادي بنفسه وتوزيع كل المهامات الإدارية على أعضاء النادي. الأهلي يبدأ البحث عن كل الطرق الممكنة للتخلص من يسترب المدير الفني الحالي بأي طريقة بدون تعرض النادي لأي أعباء مالية بشأن الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع الأهلي، ومسؤول الأهلي يستعد لإجراء بعض المحاولات مع يسترب الساعات القادمة لفسخ عقده بالتراضي وبدون التسبب في أي أزمات مالية، وذلك لرغبة الأهلي لتوفير هذا الأموال في بناء فريق جديد للموسم المقبل يعيد النادي إلى مكانته الطبيعية وحصد كل البطولات. الأهلي يبدأ استقبال السيرة الذاتية للمدربين الأجانب للتعاقد مع أحدهم على أمل فسخ التعاقد بالتراضي مع يسترب في الوقت الحالي.
وذلك لرغبة الاهلي القوية بالتعاقد مع مدرب جديد قبل بداية فترة الاعدادات للموسم القادم للتعرف على كل العناصر المتواجدة بالفريق حاليا بشكل جيد لإعادة شخصية الاهلي. ومصدر بالاهلي ينفي كل ما قيل عن تواصل النادي مع ريني فايلر مدرب الاهلي السابق من اجل توليه القيادة الفنية للاهلي خلال المرحلة القادمة. ويؤكد بأن كان هناك رغبة شخصية من جانب الاستاذ ياسين منصور بالتعاقد مع ريني فايلر، لكن الامر لم يصل لمرحلة التفاوض بشكل رسمي مع المدرب السويسري مثلما قيل عبر مواقع السوشيال ميديا. وفكرة عودة ريني فايلر للاهلي غير مقترحة اطلاقا داخل النادي نظرا لرحيل المدرب بشكل غير لائق سابقا عن النادي. والاهلي بيبحث حاليا عن مدرب اجنبي يمتلك سيرة ذاتية قوية بالفوز بالبطولات والذي يقتدر على قيادة الفريق فنيا الفترة القادمة. الكابتن سيد عبد الحفيظ يؤكد للاعبي الاهلي عن غضبه الكبير وغضب الجميع اتجاههم بعد الظهور بشكل سيء في مواجهه الامس امام بيراميدز وفقدان 3 نقاط في غايه الاهميه وضياع فرصه المنافسه على بطوله الدوري، ويطالبهم بضروره اعاده انفسهم وتجنب اي تعثر في المباريات القادمه لعدم توقيع عليهم عقوبات مضاعفه في حال فقدان اي نقاط مجددا. واكد لهم على ضروره الفوز على الزمالك في المباراه القادمه لمصالحه الجماهير الاهلاويه وتهدئه الامور شويه والابقاء على امل المشاركه في دوري الابطال في الموسم القادم، وأن الجميع لن يقبل أي تعثر في المباريات القادمة أو الظهور بشكل سيء للتأكيد لهم على ضرورة اللعب بكل جدية وتجنب أي سيناريو بعيد عن الفوز. الجهاز الفني للأهلي يبدأ تجهيز أحمد عيد للمواجهة القادمة أمام الزمالك بعد إيقاف محمد هاني بسبب تراكم الإنذارات، والبعض داخل الجهاز الفني للأهلي يطالب بضرورة الاتجاه لخيار آخر بعيد عن مشاركة أحمد عيد في مواجهة القمة أمام الزمالك نظرا لعدم امتلاك اللاعب الخبرات الكافية في مثل هذا المواجهات. شريف عبد الفضيل نجم الاهلي السابق ينتقد بشده اداء لاعبي الاهلي والجهاز الفني بعد الخساره امام بيراميدز بثلاثيه دون رد في مواجهه الامس، ويؤكد بأن ما حدث في مواجهة بيراميدز كارثة كبيرة ووصم عار لكل لاعب متواجد في الملعب ودكة البدلاء والجهاز الفني بالكامل، وأيضا وصم عار في تاريخ الأهلي بتواجد بعض اللاعبين الذي لا تشعر بقميص النادي وتلعب من أجل مصالح شخصية فقط، فاللعيبة ما كانش عندهم روح في الملعب، ورغم إن الحكم ادى 10 دقايق وقت بدل من الضايع كان باين عليهم عايزين الماتش يخلص وخلاص بسبب فقدان الثقة من جانب الجميع. ويؤكد بأن الأهلي أكبر من أي حد وأكبر من أي لاعب، وأي حد مش قد المسؤولية يمشي أحسن بدل ما يسيب الفريق بالشكل ده. فهناك لاعبين داخل الاهلي لا يعجبهم الجلوس على مقاعد البدلاء ولا يعلمون المعنى الحقيقي للعب للنادي الاهلي، فانت بتلعب في النادي الاهلي واذا لم تشعر بقيمة هذا النادي فعليك المطالبة بالرحيل، لكننا لا نسمح بالظهور بهذا الشكل السيء في الملعب مرة اخرى. يستر مدرب الاهلي الهجاص فنيا يعتذر لجماهير النادي على الخساره امام بيراميدز بالامس، ويؤكد بانه لم يستسلم ولو في قرار هيتخذ بشان رحيله عن الاهلي فمش هيكون من خلاله. فانا هرد عليك يا عم ترب وهقول لك اما انت لسه في مرحله البناء للفريق ومخلينا ملطشه للجميع في الدوري وافريقيا رغم امتلاكك سكواد في النادي اعلى من الذي كان يمتلكه المدربين السابقين في السنوات السابقه مع النادي. طب بالمنظر ده لو استمريت معانا شهرين كمان مش بعيد الاهلي ينزل درجه رابعه بسبب المعاناه الذي هيعاني منها النادي في حال تواجدك. وانا كواحد اهلاوي مستني الاهلي يعلن بشكل رسمي قرار رحيل ترب عن النادي بعد صفاره نهايه مباراه بيراميدز بالامس. ومن وجهه نظري شايف ان ياس ترب من اسوأ المدربين اللي مروا على تاريخ النادي رغم امتلاكه لاعبين الاعلى فنيا داخل القاره الافريقيه، ومستغرب جدا ازاي اداره الاهلي متمسكه بالمدرب الاونطاجي ده لحد وقتنا هذا بحجه الشرط الجزائي رغم فقدان النادي بطولات بملايين الدولارات. اعذروني لو طولت عليكم في حلقه النهارده، لكن والله العظيم الواحد محروق دمه من ساعه ماتش بيراميدز والخساره الفضيحه للنادي وجماهيره، فمش هطول عليكم اكتر من كده واشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله.